أهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة الجماهير ايدياز. النهاردة يا جماعة أنا معاكم في فكرة جديدة. الحمد لله، أحمد ربنا وأشكر فضله. يعني زي ما بيقولوا قريحة لا تنضب. الحمد لله، أحمد ربنا وأشكر فضله. بس أنا يعني بنبه لحاجة، ودي هعملها إن شاء الله حلقة بإذن الله. هتكون حلقة خاصة. أنا عندي مجموعة حلقات مش قليلة، مجموعة كبيرة بقى لها فترة. للأسف أنا مش لاقي الوقت ولا الكيفية إني أنا أسجل، إن أنا أنزلهم، أو قبلها إن أنا أعمل لهم الإعداد الكافي وأنزلهم في القنوات بتاعتي وفي المنصات المختلفة لأسباب. يعني هيجي وقت وأقولها إن شاء الله بإذن الله. بس هي فعلا السنة الأخيرة دي كان فيها لخبطة كبيرة جدا جدا جدا، وكان فيها عايز أقول يعني كمية إحباطات شديدة حقيقي. وآخرها لسه من أيام يعني هتكلم في الأمر ده إن شاء الله بإذن الله، وإيه الجديد في الابتكارات والتطويرات والأفكار بتاعتي. الحمد لله تعدت 100 وداخلين في 160 تقريبا دلوقتي، في كل ما يخص مجال الرياضة وكرة القدم خاصة. يعني هقول لكم آخر التطورات عشان تحبطوا معايا، ولو إني أنا الإحباط هو مش حاجة جديدة أنا مش متوقعها، لا متوقعها جدا جدا جدا، بس ما كنتش متوقعها بالفظاعة دي بصراحة يعني. مش وقته. عموما خلينا في حلقة النهاردة. وفي فكرة النهاردة هي فكرة قديمة جديدة، حاجة اتكلمت عنها قبل كده، أنا فاكر كويس جدا، بس زي ما قلت لكم أنا مش بلحق أراجع بسبب عدد الحلقات الضخم جدا. ومفيش الوقت، بقول لكم مفيش وقت إن أنا أنزل حلقات اوريدي متسجلة، وكلها حاجات مهمة جدا 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 كمان، وفي أفكار على فكرة. فانا بس بقى يعني باكد لكم تماما اني تاني بكرر كل حلقه من دول هتكون موجوده الحلقه الخام بتاريخ تسجيلها، عشان يثبت تماما تماما الحقوق بكاملها. كل ما يخص الحقوق، سواء سبق، تفرد، آم، شيء، فكره جديده، ابتكار، ايا كان، تحليل، تقييم، توقع، كله يثبت كافة الحقوق. فالحلقات الخام بنبه تماما ان هي موجودة ومثبتة، وهيتم الاحتفاظ بيها، لاني انا فعلا مش عارف امتى هتنزل الحلقات دي بصراحة. يعني مش عارف بصراحة، ومحبط جدا بسبب الامر ده. وذكرت كتير اني انا بشتغل لوحدي، معيش الا ربنا سبحانه وتعالى طبعا قبل اي حاجة. ف يعني ما قداميش اعمل اكتر من كده يعني في الوقت الحالي. واتمنى ان شاء الله الامور تكون افضل الفتره اللي جايه. اتمنى بعمل كل جهدي، يعني بعمل كل جهدي. يمكن الاختلاف عن الفتره اللي قبل كده اني قلت اني فعلا انا ممكن جدا اكون متكاسل، او ان انا ما خدش الخطوات الكافيه واللازمه. لكن ده بقى بيتعمل دلوقتي، وما يعني اقول ايه، لا حياه لمن تنادي يعني. تمام. النهارده يا جماعه هتكلم معاكم عن فكره قديمه جديده، هي بتختص برضو لان انا عندي هاجس قوي جدا 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 جدا، وده ياكد تماما الحمد لله الفرق الشاسع بيني وبين الاخرين في المجال ده عامة، وفي الجزئية الخاصة بالأفكار والتطويرات والابتكارات والأمور الخاصة بالرياضة وكرة القدم. عندي هاجس رهيب يتعلق بمسألة تضييع الوقت. ودي يمكن الحلقة كامل في الأمر ده، 5 6 7 حاجة زي كده. والفيفا ما عملش 1/10 من الكلام ده. ويوم ما عمل تعديل أو فكرة معنى صح، كانت فكرتي أنا، يعني ب 300 مليار دليل يعني. اوكي تمام، اللي هي فكره الوقت بدل الضياع الفعلي. لكن انا حتى بعدها عملت تطويرات اخرى، عملت افكار اخرى عشان احجم تماما 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 مساله تضييع الوقت والاستفزاز، لان تضييع الوقت بيستتبعه في استفزاز كبير جدا للفريق الاخر ولكل عناصره والجماهير، اللي بيعمل بعد كده مشاكل كبيره جدا. تمام. ف عايز اقول انه يعني الحمد لله افكاري الحمد لله بتعمل فرق خرافي. النهارده مثلا كنت بقرا تقرير بيتكلم عن اليورو، مفارقات يعني احداث حصلت في اليوروز المختلفه. فبيتكلم عن يورو 24، سوري 2004، انا بعتذر، اللي كان في البرتغال. اعتقد اللي فاز باليونان، ما كانتش خانتني الذاكره. اليورو ده يا جماعه اتكلموا على مؤامره، ودي مش الاولى ولا الاخيره. مؤامره حصلت بين دولتين اسكندنافيتين، اللي هما الدنمارك والسويد.
وكان وطبعا ما اعرفش الامر ده بيتكرر كتير، يعني برضو كان مع الامر ده برضو شاف اعتقد في كاس عالم الثمانينات، ما كانتش خدني الذاكره، او التسعينات. اتكلموا على مؤامره حصلت وقتها. هو كان وقتها انه المنتخب ايطاليا في المجموعه مع الدنمارك والسويد وبلغاريا، وكان المفروض ان في المباراه الاخيره طبعا الدنمارك والسويد، يعني ايطاليا تتاهل لو فازت على بلغاريا، لكن بشرط ما يتعادلوش، مش ما يتعادلوش وبس، لا، وما يتعادلوش 2-2 بالتحديد. كان شيء غريب جدا، مفارقه عجيبه. والغريب في الامر ان ورغم نفي الاثنين مدربين للامر ده وان ده مش هيحصل ابدا، حصل فعلا. وتم التكشف بعد كده من صحيفة الجارديان البريطانية اللي ملهاش في الموضوع، جارديان بريطانية يعني لا إيطالية ولا من الدول الأخرى، قالت إن فعلا كان في أدلة أثبتت إن كان في فعلا نقاش بين اللاعبين وبعضهم، وإن كان في شبه اتفاق، وده اللي حصل ليه في الآخر 2-2 عشان يتأهلوا مع بعض. طيب سيبك من كل ده، وده مش بس يعني قلنا دي مش حالة وحيدة، دي حالات متعددة كتير جدا، وما خفي كان أعظم، وما خفي كان أعظم، بكرر تاني، دي حاجات المشهورة. عرفتوا بقى امتى؟ الحمد لله، احمد ربنا واشكر فضله. شوفوا الفيفا بقاله كام 1000 سنة، تمام، بقاله عشرات السنين، عشرات السنين. وفي الحقبة الحديثة وبالتحديد ما بعد تولي انفانتينو، شوف بقاله كام سنة ما فكرش لحظة انه يعمل اي شيء ضد الامر ده. لكن العبد لله اللي لا رئيس الفيفا، دولة كرة القدم، واحدة من يعني تعتبر يضاهي رئيس دولة عظمى، ولا اي حد في يعني اقول ايه، في العدد الخرافي الموجود من موظفين الفيفا والاداريين والمسؤولين ولجان دولة حقيقية يعني، او دولة تضاهي دولة يعني، بامكانيات جبارة وهائلة. العبد لله ده بمفرده، بطوله، بامكانيات اقل ما يقال عليها معدومة، بعقله فقط، وطبعا قبل اي حاجة بربنا سبحانه وتعالى يعني معاه، استطاع انه يحل الامر ده بكل سهولة، بكل بساطة، بفكرة خرافية اسمها فكرة الحافز الابداعي. او يعني انا مسميها كده مجال، يعني المسمى عشان يكون مسمى سهل، لكن هو المفترض ان الفكرة اسمها حافز الابداع، حافز الابداع، لكن مش يعني، بس طبعا عشان سهولة التسمية او كتايتل اسمها الحافز الابداعي، لكن هي عشان بس اللخبطة محدش يتلخبط، هي اسمها حافز الإبداع. والإبداع يشمل كل حاجة زي ما قلنا في مجال الرياضة وكرة القدم بشكل خاص، من زي ما قلنا العزيمة، الإصرار، الرغبة في الفوز، طرق الفوز نفسها كمان، أمور متعددة أنا حاططها في إزاي قياس الأمر ده بشكل كامل وافي تماما ورائع بمعنى الكلمة. ويف 1 2 3 ويافي تماما بالغرض اللي اتعملت عشانه، ان ازاي تحسب نقاط المباراة بشكل صحيح، وازاي تدي لكل فريق ما يستحق، مع عدم الإعلان عن الأمر ده إلا في نهاية كل بطولة أو في نهاية كل دور على حسب البطولة ونوعيتها، مما سيمحي تماما وسينهي تماما على مسألة التواطؤات. لأن بكل بساطة يا فندم كله هيشتغل لنفسه، لأن بكل بساطة يا فندم أساس وفلسفة الفكرة من أساسها أو جذرها هو العب لآخر لحظة، العب لآخر فهمتوا ثانية، على رأي يعني اللي هو الفكرة بتاعت الدكتور أحمد زويل، اللي هي يعني العب لآخر نفس. لأن بكل بساطة ممكن جدا تفرق معاك دقيقة، ممكن تفرق معاك دقيقتين، تمام، ممكن تفرق معاك ثانية، بكل بساطة. لأن في معايير محطوطة، المعايير دي هي بتثبت مين الفريق فعلا اللي عنده الرغبة الحقيقية، ومين الفريق اللي يملك وبيشتغل بالطريقة دي، مش عنده فقط، تمام. ثم في الاخر خالص حضرتك بتجمع النقاط دي كلها وبتقول ده في يا جماعة مثلا الفريق ده فاز على الفريق ده، الفريق ده فاز مثلا 10 مباريات، تعادل 5، انهزم كذا، جميل، تمام، دي النقاط الطبيعية. طيب هل ده فقط؟ لا، في حاجة اسمها نقاط حافز الإبداع أو نقاط الحافز الإبداعي. النقاط دي ممكن جدا تخلي فريق ياخد بطولة، ممكن جدا تهبط فريق، ممكن جدا تخلي فريق كان في مركز بقى في مركز تاني خالص، تمام. النقط دي مهمة للغاية، مهمة للغاية يا جماعة. ده أنا عملت لكم فكرة خرافية لمسألة مباراة
الطرديه على سبيل المثال، وبالتحديد مباراه الثالث والرابع اللي ما حدش بيشوفها اصلا ولا حد بيهتم بيها. عملت لكم فكره تخليها مباراه اقوى حتى من المباراه النهائيه، مثل بسيط. فالمهم عشان ما اطولش، يعني ادي اهو الحمد لله، احمد ربنا واشكر فضله، كل لحظه بيتم التاكد قد ايه افكاري وابتكاراتي وتطويراتي ليها، يعني عايز اقول فائده مذهله بمعنى الكلمه، وان تم تنفيذها هتعمل فرق خرافي، ثوره حقيقيه في كره القدم. وده اللي بتمناه ان شاء الله باذن الله، طبعا هيكون في السوبر بول باذن الله. واخر تطوير هو مساله الحكام، اخر حاجه الفيفا منزلاه، فكرتي الحمد لله، عدم لمس الحكم، عدم التعامل معاه بشكل فج، التعامل معاه عن طريق كابتن الفريق فقط، وتم تحديد ازاي الامر ده، ازاي يقف ازاي في مكان ايه في الملعب، اللاعب يجي له هو ايده ورا ظهره، تحدث بطريقه لبقه، وقت معين للتحدث، يعني وضفت كمان حاجات اخرى افضل بكتير كمان. كل حاجه الحمد لله، احمد ربنا واشكر فضله. طيب ارجع بقى لفكره النهارده، برضو الهاجس اللي يعني بيؤرقني جدا واللي بيضايقني جدا، هي مسألة استفزاز اللاعبين وفي أثناء الخروج من الملعب. عملت الفكرة دي قبل كده، أنا فاكر كويس جدا من فترة طويلة، وكررتها تاني وبتاع، بس زي ما قلت أنا مش للأسف مش برجع، بس أعتقد كان في حلقة كاملة للأمر ده. هي مسألة أثناء التبديلات، الكلام ده حتى عملته قبل حلقتي قبل كأس عام 2022 الخاصة بكيفية احتساب الوقت بدل الضائع بطريقة صحيحة وفعالة وعادلة تماما. وبعدها عملت حلقة تانية أخرى ليه برضو أعتقد الإصابات، بعد كده حلقة تالتة رابعة أو خمسة لمسألة كسور الدقايق. يا جماعة كسور الدقايق عملت لها فكرة مذهلة، تمام، ازاي تحتسب بشكل صحيح. يعني مثلا الوقت بدأ يضيع الفعل، طبعا احنا مش شغال ستوب واتش زي ما قلت، الوقت بدأ يضيع الفعل يا جماعة مدي 5 دقايق مثلا، يعني بدي مثلا 5 دقايق مثلا و40 و30 ثانية. طب دي تحتسب ازاي؟ هتخليها 6 دقايق ولا هتخليها 5 دقايق؟ ادي رقم واحد. رقم اتنين، 5 دقايق مثلا و45 ثانية هتخليها ايه؟ طب ما انت لو خليتها 6 دقايق انت بتيجي على الفريق الاخر، لان في 15 ثانية لا يستحقها الفريق اللي ممكن جدا يحرز هدف في الوقت ده. تخيل لو الهدف مثلا احرز في الدقيقة 5 و47 ثانية او 5 و55 ثانية مثلا، يعني يبقى ده من حق الفريق الاخر انه يطعن في الهدف ده، وانه يقول لك انك انت خسرتني بشكل غير عادل مثلا. فالحلول في هنا ايه؟ كل ده انا عملته الحمد لله في فكره مدويه، تمام. طيب ففكره النهارده اثناء بكل بساطه لاعب خارج، الحركه القميئه اللي بنشوفها بمعنى الكلمه الخاصه بمساله خروج اللاعب، انه يمشي بقى ايه على مهله ويوطي يجيب مش عارف ايه من رجليه، ومش عارف اصلي لا مصاب ويعمل نفسه مش عارف عامل ازاي، ولا مثلا يقوم شايل الشنكار من الشراب ويوطي الشراب، كل ده وهو خارج ما تفهمش ليه يعني هو في الملعب بقاله 300 ساعه، لكن كل ده يفتكره هو خارج، تمام. طبعا ده طبعا يعني ما بيكون واخد نتيجه، او تكون مباراه في نتيجه لصالحه، يعني اقل ما يقال عليها شيء قميء، شيء قذر بمعنى الكلمه. يعني لسه كنت حتى بشوف مباراه، كانت مباراه الجيش الملكي ونادي التطواني، تمام، المغرب التطواني في تطوان، تمام، في ملعب المغرب التطواني. المباراة دي كانت في حاسمة تماما، لأن الجيش الملكي محتاج يكسب، لأن كان الرجاء بيلاعب الوداد، ورجاء متقدم، كل حاجة الحمد لله توقعتها، يعني الحمد لله الرجاء متقدم، والجيش كان مهزوم ساعتها 2-1. واللاعب عنده لاعب رقم 10 مش متذكر اسمه، بالمناسبة اللاعب ده لاعب جيد عنده إمكانيات، بس مش رضا سليم، هو جابوه بعد رضا سليم يلعب بديل ليه يعني. لا 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 فرق يا جماعة، هو لاعب عنده إمكانيات وعنده قدرات ومهاري، بس مشكلته عشوائي في لعبه، إمكانياته يعني مش أبدا رضا سليم، لا يملك الإمكانيات الأعلى. فأنا شايف التعويض ما كانش بالشكل الأمثل بصراحة، يعني رضا سليم أفضل. وأعتقد إن يعني أنا شايف إن الرجاء يعني او الجيش بيسير في ان هو يخسر الدوري السنه دي، وما كانش زي السنه اللي فاتت. واعتقد يعني انا عن يقين ان جزء كبير من ده رحيل رضا سليم. شفتوا ان ممكن جدا فريق لاعب ياثر فيه ازاي، رغم ان ده خطا فادح، لان اللعبه الجماعيه ما ينفعش يبقى فيها كده. لكن اهو، أو شفتوا التكويش بيعمل ايه، شفتوا تفريغ الانديه من افضل لعبتها بيعمل ايه. عمل الجيش الملكي في افريقيا يا جماعه، اللي خد الموسم اللي فات بشكل رائع في المغرب، ودوري قوي جدا من اقوى الدوريات. لكن حضرتك عمل ايه بعد كده؟ يعني يا ريت حد يقول لي ايه اللي عمله. ما كملش ولا في يعني في البطوله دي ما انجزش اي شيء،
وحتى في البطولة المغربية السنة دي أو البطولات المغربية بشكل عام مش هو أبدا. برضو أرجع تاني بسبب آه، موضوع رضا سليم وتكويش الفرق بعينها على كل حاجة، وبتاخد البطولات بالطريقة دي. طيب ارجع بقى فالحته بتاعت اللعب الخارج دي ايه الحل فيها؟ طبعا يا جماعه في قله حيله بمعنى الكلمه من الحكام في التعامل مع الامر ده. في خنوع يعني من الفيفا انه ما عملش قوانين الرادعه تماما، فالحكم مكتوف الايدي زي ما بيقولوا، يعني مش عارف يعمل ايه. كل اللي عليه ان هو بيروح للاعب يلا اخرج لو سمحت، يلا مش عارف ايه. طبعا ده بيعمل استفزاز فظيع للفرق الاخرى وبيحصل مشاكل كبيره. يروح لاعب من الفريق الاخر هو اللي يحاول يخرج اللاعب يقف يتكلم معاه ويحصل ممكن مشكله، ممكن يضربوا بعض. المواويل اللي بتحصل بنشوفها دي، الاشكال اللي يعني اللي انا يعني غير قله الحيله والجهل والفشل الذريع من الفيفا في وضع وسن القوانين الصحيحه لردع الامور دي. تحس اني كاني الفيفا عايز كده، عايز دايما يخلي فيه بهارات، يخلي فيه، والله بحس ده دايما. انا عايز كرة القدم بعبالها زي ما بيقولوا، انا اسف في اللفظ بس هو ده اللفظ الوحيد يعني. اوكي، مش عارف يعني ده ايه ده يعني. فاكرين اني قبل كده كان يقول لك يقول لك الاخطاء، كان العباره دي دايما في الاعلام الفاشل، يقول لك الاخطاء يا جماعه دي من اساس كره القدم، يعني خلي كره القدم زي ما كانت على عبالها، يعني على طبيعتها، باخطاء الحكام بالقرارات اللي مش عارف ايه. ده الكلام ده لو بنلعب في الحاره، الكلام ده يعني ده حتى لو بنلعب في الحاره الواحد يبقى بيحس بغبن وضيق فظيع لو تعرض لظلم من خطأ، ممكن يكون جهل، عدم دراية بالقانون او حد مش مؤهل او كفء بيدير مباراة مثلا يعني. فما بالك في مباراة بطولات كبيرة وبتبقى متكلفة ملايين، وفريق ممكن يعمل اعداد بالملايين، ممكن تبقى بطولات طويلة زي الدوريات او بطولات رنانة زي كؤوس عالم او كؤوس أندية او بطولات قارية، وتيجي تضيعها لي انت بخطأ تحكيمي ولا خطأ في تطبيق قانون ولا عدم وجود قانون لشيء ما. حاجة مسخرة اقسم بالله. المهم يعني ادينا شايفين يعني فريق زي الاهلي خد الموارد دي كلها منين؟ يعني جت منين؟ ما هو فوز بالبطولات. الفوز بالبطولات، لو ما كانش بيفوز بالبطولات ما كانش ابدا يلاقي السبونسرز ويلاقي المعلنين ويلاقي الفلوس اللي بتضخ الخرافيه دي، ويلاقي رجال اعمال بتتمسح وتتمحك في النادي وتدفع الغالي والنفيس، يلاقي العروض الكذا، الاعلانات كذا، برامج طبعا بس تلفزيوني ده فرضنا يعني في بس تلفزيون اصلا في الدوري، يعني حدث ولا حرج يعني. ادي مثل بسيط يعني. طبعا اتناقشنا كتير جدا وقلنا ازاي البطولات دي الاهلي بياخدها في الفتره الحقبه الحاليه يعني على وجه التحديد. طيب ارجع بقى للفكره تاني بكل بساطه يا جماعه عشان يعني الدنيا تبقى سهله جدا ورائعه جدا. رقم واحد، اللاعب يخرج من اقرب خط. اللاعب موجود فين؟ من اقرب خط. طبعا اللي ياخد باله من الامر ده، الاساس ياخد باله من الامر ده يكون الحكم المساعد. يعني اللاعب مثلا ايه، اترفع رقم 8، طب رقم 8 ده موجود فين يا فندم؟ الحكم المساعد سواء هنا ولا هنا يبدأ يشوف هنا رقم 8. اوتوماتيك اي لاعب يخرج من خط ابعد من اقرب خط ليه، يعني يسيب الخط الاقرب ويروح لخط ابعد، على طول ياخد فيها عقوبة رادعة في الوقت ده. يعني هتقول لي ايه العقوبة الرادعة؟ على طول ياخد طبعا لو طبقت الاربع كروت، فكرة الاربع كروت الخرافية بتاعتي الحمد لله، ياخد كارت ازرق مش احمر ولا اصفر. هيبقى يرادع قوي جدا، لانه لا هو طرد ولا هو اصفر اللي هو يعني لعيبه كتير بتتساهل وتقول لك مش مشكله يعني. اوكي، لا كارت ازرق. تمام، ادي رقم واحد. رقم اتنين، لو اللاعب بعد الكارت تباطأ تاني وبدأ ان هو يتحرك بشكل برضه فيه نوع من الاستفزاز، على طول مفيش بقى كروت يا فندم، مفيش كروت، على طول ياخد قرار، حاجه اسمها قرار فني. ايه القرار الفني؟ الحكم زي ما قلت في السوبر بول لو فاكرين، وبرده تطويرات لكرة القدم، ان في اخطاء فنية هتبقى رادعة جدا 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 جدا. حاجة اسمها الركلة الحرة من منطقة الجزاء الثانية، او ركلة حرة جزائية، او عديت المسميات، حوالي 3 أو 4 قرارات رادعة هتبقى مدوية بمعنى الكلمة. فعلى طول يتاخد قرار بركلة حرة من خارج منطقة الجزاء، اللي هي من منطقة الجزاء الايه، من القوس بتاع منطقة الجزاء الثانية اللي هي الأساسية. لأن اتفقنا ان عندي انا في تطويراتي وفي الافكار بتاعتي وفي السوبر بول في 2 منطقة جزاء. تمام، طيب فرضنا ما عملناش 2 منطقة جزاء، يبقى
خلينا في الوضع الحالي الرتيب الممل في كرة القدم، يبقى من القوس ملوش لازمه، ده اللي محدش اساسا عارف لازمته ايه غير فقط في ضربات الترجيح، ضربات الجزاء بيقفوا على حواليه. وطبعا بعد فكرتي بالغاء ركلات الجزاء تماما، ان وجود الحافز الابداعي كافي جدا جدا جدا. وركلات الجزاء ايا كان نوعها، ما بتكلمش جوه المباراه، بتكلم اللي هي ترجيح، ركلات الترجيح موضوع فاشل تماما ومش عادل بمعنى الكلمه، وكتير جدا بيفوز الفريق الذي لا يستحق، وبيخلي الفرق تحاول توصل ليه بأي شكل، وبيعملوا مباراة من أسوأ ما يمكن عشان المباراة بتبقى مملة للغاية، عشان طبعا عايز يوصل لهدف زي ده. فلو اتمنعت تماما خلاص الفرقة تلعب بكل قوتها، تلعب بكل إمكانياتها عشان خاطر تفوز. دي نقطة كمان مهمة جدا وذكرتها بالتفصيل. تمام. طيب تعالى ليه ومن مميزات طبعا الحافز الإبداعي أو حافز الإبداع. تعالى حضرتك زي ما قلت هيبقى في قرار زي ده، هيبقى قرار رادع جدا، بالذات كمان لو في توقيتات، دايما اللي بيحصل الامر ده في توقيتات نهايات المباريات، فده بيعمل رادع قوي جدا. حد يقول لي ما هو ممكن يكون الفريق متقدم بفرق هدفين او 3 فمش فارق معاه، حتى لو عملت قرار زي كده والفريق التاني احرز هدف مش معضله يعني. جميل، في الحاله دي زي ما قلت الهدف ده ممكن، ما احنا دلوقتي الحافز اتفقنا ايه؟ اتفقنا انت حافز الابداع او حافز الابداع او حافز ابداعي او ايا كان المسمى، اختار اللي يريحك. اتفقنا ان ده مش بيبين ابدا اي مركز لفريق او اي مردود لفريق الا في نهايه كل مرحله. لو بنتكلم في دوري يبقى المرحله الاولى والمرحله الثانيه، لو بنتكلم في بطولات مجمعه يبقى حسب الدور اللي هو فيه، نهايه الدور. فانت ما بتبقاش ضامن ابدا، يعني ممكن جدا تبقى خارج وانت 3-0 مثلا، وعامل حسابك اني انا دلوقتي مثلا دي مثلا يعني مباراه الاخيره في الدور ده او في القسم ده، مثلا لو دوري نصين يعني. تمام. فمركزي هنا بحساب النقاط العادي مثلا يعني الاول، وبحساب الاهداف انا مثلا عندي مثلا 30 هدف وعليا 15. حلو كده. تمام. بس حضرتك ما حسبتش نقاط الحافز الابداعي اللي ممكن جدا تخلي التاني يبقى اول والتالت يبقى اول والتاني يبقى رابع والتالت يبقى تاني واللي بيهبط ما يهبطش. تمام. لان مش هتبقى نقاط قليلة، هتبقى نقاط انا حاسبها بالتفصيل والدنيا تمشي ازاي، وهتبقى نقاط مؤثرة جدا جدا جدا. وقلت في اقتراحين ووضحت الامر ده، يا اما تتاخد من نقاط المباراة الاصلية، او ولو اني انا مع الاقتراح التاني طبعا اكتر، ان تبقى ليها نقاط منفصلة، بحيث اني برضو دي ليها عامل تشويق رائع بمعنى الكلمة، عامل تشويق رائع. لاني انت هنا الفريق اللي فاز هي انا خدت 3 نقاط فحسب في رصيده 3 نقاط بالشكل التقليدي، بس ما هنا ما يعرفش الحافز الابداعي نقاطه راحت لمين، النقاط بتاعته راحت لمين، وهل اتقسمت بين الناديين، طب اتقسمت ازاي. كل ده انا عامله عندي. تمام. وفي الفكره الاولى برضو شيء جميل، يعني ممكن 3 نقاط ابقى انا كفريق، يعني دي موجوده ودي موجوده. انا كفريق ظبطت بعد ما فزت بالمباراه، يا جماعه ده انا خدت المباراه فزت، ممكن اكون انا ادائي مش بالمستوى الامثل، ما كانش عندي الرغبه وما عنديش يعني ما عنديش المعايير اللازمه، بس خدت المباراه ففزت هنا، فاللي هي 3 نقاط. بس انا قاعد قلقان، قاعد قلقان جدا، لان انا ادائي ما كانش امثل، زائد ان العوامل والاسس اللي اتعمل بيها الحافز الابداعي مش هتذكر، دي هتبقى خاصه فقط بالهيئه المختصه بحساب الامر ده. لكن مش هيتم اعلان يا جماعه الحافز الابداعي بيقوم على 1 2 3 4 5 6 7 بالتفصيل الممل، لا طبعا. هيتقال خطوط عريضه، خطوط عريضه. الحافز الابداعي معمول عشان 1 2 3 زي ما شرحت كده. طيب معمول ازاي؟ عشان واهدافه ايه؟ كذا. طب ومميزاته ايه؟ كذا. طب وعيوبه ايه؟ ملوش عيوب الحمد لله، بيتلافى تماما كل السلبيات الحاليه. طب كذا 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 كذا. طيب بيقوم على فلسفة 1 2 3 4، بيقوم على كذا كذا. لكن ازاي ده بيتعمل؟ لا دي بتاعتي انا، بتاعتي انا، ومش هيعملها الا بتتعمل الا مع ناس مختصين ومدربين تماما بمعنى الكلمة. فهنا حضرتك كنادي انت هتبقى انا فزت بالمباراة بس انا خدت 3 نقاط، بس انا قلقان حاسس اني ما اديتش الامثل، لا المباراه اللي جايه اجود اكتر، لا اخلي المدرب يشتغل اكتر، اللاعبين تشتغل بشكل افضل، المباراه ينزلوا بكل قوه وهكذا. تمام. شوفوا بقى ازاي هتبقى المباراه روعتها وجمالها والزخم بتاعها. تمام. فرق شاسع. فعندك الفكره دي وعندك الفكره دي، فكره ان انت واخد فايز بالمباراه بس ما تعرفش انا خدت كام نقطه اصلا اساسا، يعني لان وارد جدا الحافز الابداعي، وارد جدا لو تم تطبيق النقطه دي ان وارد جدا يحصل تعادل في النقاط. حد يقول لي ازاي؟
دي بتاعتي انا بقى. يعني انت فايز بالمباراة اوريدي بالشكل التقليدي، لكن بتطبيق الحافز الابداعي ممكن جدا الفرقتين يبقوا طالعين تعادل، وممكن ده ممكن الفرقة التانية كمان تبقى هي واخدة نقاط اكتر مثلا يعني. لا، تعالى الفكرة التانية او النقطة التانية، انا خلاص خدت 3 نقاط وحطيتهم في رصيدي، بس انا ما اعرفش النقاط الحفز الابداعي راحت لمين، فبرضه ابقى قلقان، ابقى متوتر، ابقى عايز العب المباراه الجايه وعايز اعمل حاجه افضل وافضل عشان اضمن ان انا حفز ابداعي اخدته. طبعا ارجع تاني، انت مش هتضمن لان انت ما تعرفش المعايير ايه اصلا بالتفصيل الكامل. يعني تعرف خطوط عريضه، لكن المعايير نفسها كيفيه احتساب الامر ده لا. ارجع تاني فكره النهارده، واسف التطويل بس يعني شيء بالشيء يذكر يا جماعه، وكل لحظه بيتم التاكد تمام الحمد لله مدى الحاجه الجامه لافكاري الحمد لله وابتكاراتي وتطويراتي بمعنى الكلمه، وقد ايه فعلا فوائدها المذهله. فارجع فزي ما قلت هيبقى في قرار فني للاعب. طيب ففي كل الاحوال قرارات رادعه بمعنى الكلمه. طيب هل ده كافي؟ لا طبعا. حصل استفزاز اكتر، القرار الاداري موجود معك 4 كروت بكل سهوله تقدر يعني تشتغل في نطاقهم. خلي بالكم ان في لاعب ممكن جدا ياخد طرد مثلا، عمل فعل يعني مسيء جدا، او عدم احترام للجمهور او الحكم او ايا كان هو خارج، او اللاعبين ممكن ياخد طرد مباشر. طيب وكرر الامر ده تاني، خلاص بتسكت على كده. ودي برضو نقطه تانية، هو انت ليه بتسكت على اللاعب بعد ما تديه الطرد؟ ودي فكره اخرى، دي ان شاء الله باذن الله انتظروها، فكره اخرى باذن الله انتظروها يعني. فلا ده هتبقى فيه مفاجاه تانية كمان. المهم لا، ده بقول لكم يا جماعه، والله 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 اقسم بالله، اقسم بالله مره تانية، افكاري ان تم تنفيذها وابتكاراتي دي بكل المقاييس مش هتلاقي لاعبين زي الالف، لاعبين اداريين اجهزه فنيه رؤساء انديه حتى جمهور زي الالف، زي الالف بمعنى الكلمه. هتشوف منظومه على اعلى مستوى. تمام. طيب فقرار اداري شغال، لا كمان قرار فني. قرارات الفنيه سهله جدا. انت دلوقتي طالع، لا انت استفزيت الفريق الاخر، لا مش طالع بالطريقه الامثل، اتفضل دي كارت ازرق. طيب استمر الامر تاني وتباطأت تاني، طبعا التباطؤ واضح، مفيش لاعب يعمل لي نفسه مصاب. لا يا فندم، انت ما كنتش مصاب، انت كنت لسه بتجري دلوقتي. الامر سهل، انا في الملعب، انا كحكم في الملعب سهل قوي. ازاي تيجي؟ ازاي عندك 3 حكام في الملعب، وعندك حكمين كمان زي ما قلت اللي هم بتوع مناطق الجزاء، فردنا مش موجودين، خلينا في الشكل التقليدي 3 حكام فقط، وعندك فار كمان. اسهل حاجه اللاعب اللي تم الاشاره ليه بالخروج بكل بساطه ده كان لسه بيجري، عندك 3 حكام شايفين الامر ده، الحكم ده ما شافش، يبقى الحكم الاخر هو اللي يعلن الحكم الاساسي او حكم المساعد الاخر ايا كان اللاعب ده ناحيته، وخارج متباطئ، وخارج بيعمل نفسه مصاب، وخارج وهو مش عارف ايه، على طول يشاور الحكم اللاعب ده بيتباطئ، اللاعب ده بيتمرد، يروح على طول كارت ازرق. جميل. طيب تعالى حضرتك وتباطأت تاني، القرار الفني على طول، ضربة حرة من منطقة الجزاء من القوس. طيب تعالى بقى فرضنا ان استمر الامر ده، عندك القرارات الاداريه موجوده مع كمان قرار فني، قرار اداري وفني. يعني ده قلنا حاله 1، حاله 2، او يعني في حصل الامر ثم استمر الامر ثم مازال مستمر فيه، اوتوماتيك ياخد الحاجتين، قرار فني وقرار اداري. قرار اداري طرد، تمام، طرد على طول مع السلامه. وطرد دي مش طرد فقط عن المباراة، لا هتاخد بقى معاه حضرتك عقاب ليك قرار فني كمان، عشان انت بتأذي فريقك، يبقى ساعتها فريقك بقى يتعامل معاك ويتعامل مع اللي انت عملته ده. طبعا خلوا بالكم ان القرارات الطرد الخاص بالقرارات الفنية اللي زي كده، او الامور اللي هي التأديبية، برضه هيكون ليها عقاب ممكن جدا يوصل لحرمان من مباريات وهكذا. جميل. طبعا كل ده في السوبر بول الحمد لله. فحضرتك طالع متباطئ لتالت مرة، أو بتكرر الأمر تالت مرة، تاخد الطرد، وهتاخد يعني ياخد كارت أخضر ثم طرد، يعني الكارت الأخضر يكمل الكارت الأزرق، يبقى كده ياخد طرد وقرار فني. بس قرار فني هنا يبقى إيه؟ مش من القوس، هيبقى ضربة حرة اللي هي من حدود منطقة الجزاء التانية، يعني من الخط مش القوس. انت في الحالة دي هتلعبها من الخط، هيكون ضربة حرة جزائية من الخط. جميل. بتقرب اكتر، بدل القوس بتبقى بتحط الكرة في القوس، لا بتقرب على الخط نفسه، فهنا هيبقى فيه امكانية لاحراز هدف اكتر، فده هيكون عقوبة رادعة. تمام. فادي امر ببساطة يا جماعة، الامر ببساطة 1 تخرج من اقرب
خط ليك ما التزمتش بالكلام ده، وجيت من خط آخر أو تباطأت، يعني بقى تباطأ بتمشي ببطء شديد أو كده، عقوبة إدارية تتراوح ما بين كارت أصفر، كارت أزرق، وممكن أحمر كمان حسب طريقة خروجك وأسلوبك واستفزازك للمنافس أو جمهوره. تعالى في حالة استمرارك في الأمر ده، أو إن أنا أشوف كحكم إن أنت بتستفز المنافس بطريقة فجة، وطبعا المنافس مش هيفرق معاه انت خدت كارت احمر، ده اللي هيستفاد المنافس اللي بعده اللي هو هيلعب معاك بعد كده. يبقى هنا اوتوماتيك على طول اخد قرار فني زي ما ذكرت، اللي هو ضربة حرة من خارج منطقة الجزاء الثانية من القوس. تمام، عشان يبقى فيه نوع من الردع بمعنى الكلمة، ومباشر على فكرة، مش هيكون فيه حائط بشري. استمر الامر بتاخد القرارين مع بعض، هيبقى الطرد جميل او ممكن اكتر حسب برضو الفعل بتاعك. انت معاك 4 كروت كحكم، تقدر انت تشتغل ما بينهم في الحالة دي مع كمان قرار فني، وهيكون قرار رادع اكتر اللي هو هيتلعب من حدود المنطقة من الخط ده بكل بساطة. وطبعا الفكرة قابلة كمان انها تزيد عليها حاجات، زي كل افكاري الحمد لله مرنة جدا، ودايما بتتطور للافضل الحمد لله، احمد ربنا واشكر فضله. فهذه فكرة بسيطة جدا 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 جدا، يعني اقول لكم ايه، يعني هتبقى حاجة رائعة بكل معاني الكلمة، وبرضه هتفرق قوي في حاجة زي كده. يعني عموما ده الخطوط العريضة للفكرة، طبعا زي ما بقول جواها يعني أسس وأمور أخرى. وطبعا زي ما قلت ان كل افكاري الحمد لله وابتكاراتي وتطويراتي الحمد لله، يعني ما بذكر في الحلقة بذكر الامر بشكل عام بكل تفاصيله، لكن كيفية التنفيذ واليات التنفيذ بالظبط دي ان شاء الله موجودة عندي تماما، و هتبقى حاجة على أعلى مستوى وأروع ما يمكن، وتتلافى تماما أي سلبيات، ما فيهاش أي ثغرات بإذن الله، وقابلة للتطوير كمان. بس ده كل حاجة، وانتظروا أفكار وابتكارات وتطويرات على أعلى مستوى إن شاء الله بإذن الله. تخلي كرة القدم في مكان تاني تماما، بس أهم حاجة يكون في العقول يا جماعة، يكون في العقول بمعنى الكلمة اللي تفهم ده وتقدره وتدي الفرصة لتنفيذه بمعنى الكلمة على مستوى العالم أجمع، مش هنا فقط، وهنا على رأس الأمر. عموما ده كل حاجة، وأشوفكم على خير إن شاء الله في حلقات قادمة بإذن الله، وانتظروا مفاجآت مدوية الفترة اللي جاية.